هسه حيا من متابعيني اليوم طالعين جولة او استكشاف الواوية. اليوم هاي هسه حاليا احنا في مناطق كلش مرعبة، خاصة بالواوية وخاصة بالضباع وخاصة بالحيوانات اللا تشبه الانسان. هاك يا اخوان، ها كلش هنا حيوانات مفترسة. طبعا هذا ما فايض قدامي من هاي المناطق الصحراوية وغير ما ذلك. حاليا احول وادفع باسكل. حياهم الله المتابعين، شلونكم يا اخواني؟ هسه ارجع معاكم. عبرنا حاليا يا اخواني، لا تنسى تخلي اللايك واشتراك في القناة. اشتغلوا ويانا واستمتعوا بهذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم من هاي الحيوانات اللي هنا الموجودة. هسه راويكم الحيوانات وجايب سلاحي العصا الفقرية وراوك اياها بعدين، وهاي صورتها وبعدين تشوفونها متابعين. هسه تشوفون صورة العصا يعني بس العصا حتى ايدي ما طلعت. هسه طبعا كلش اجواء هنا مريحة، بس يا شكل واوي اسوي مريحة. هاي الاصعاب في احدى مناطق بنعاج مثل ما شايفين. هسه حاليا اني جزء من القولة او غير ما ذلك الحيوانات تسمعني ما اقدر احكي. ايه يا اخواني، ان شاء الله يعجبكم الفيديو، تخلون لايك واشتراك في القناة يا اخواني. قلت لكم يا وصلت 40 41 50 100 مشترك. هسه حاليا انا وصلت 41 او 42 او 40. هسه انا ضابطها 41. هاي الجولة الاقل شيء في الفيديو، يعني جولة استكشاف الحيوانات. اوكي يا اخوان، يعني اكلت الحيوان وراوك اياه ويبشروا. حاليا راح اخلي باسكل هنا ذاك الطريق من هناك يا اخواني. هاي الباسكل هنا اخليه اطبقه ونمشي. اوكي حاليا طبعا خلينا الباسكل هنا واتجينا في الغابة الصحراوية. هاي العصا اثبتها لكم، هاي العصا. اوكي يا اخوان، شوف المسامير. تحياتي للمتابعين. يلا هسه نلتقي في احدى مناطق الجبال. طبعا هذا اقوى مكان صحراوي في منطقة. اوكي يا اخوان، اهم شيء الاشتراك واللايك. طبعا هذا حارقين برسيم هنا وعلي برسيم حارقينه حاليا بس قديم. شوف هذا الدغر طالع بدال درسيم. طبعا في المغامرة الديوانية كان يغامر هنا، وهسه انا حاليا اتجهت في مناطق جبلية او مناطق صحراوية. انا اسميها المناطق الصحراوية. مناطق الصحراوية هاي كلها صعبة. هنا يجي واحد الله يعلم. ان شاء الله نرأى حيوان واصور لكم بهاي المسامير المعراوية. تلعب هاي الدغل مناطق مو من الفضل، مناطق غير دول. يلا اكو نفس الشيء الذي الحيوانات تغلب هنا. طبعا الدنيا الغروب هاي شمس جدا بكم حمراء. وشوف هسه انا وين حاصعد فوق العلوة. يا الله يا علي يا علي، اكبر الحشد نزل. هاي مناطق صحراوية ونصها زرع. اوكي اسمع صوت واوي يا اخواني، هيجي اسمعوا. والله مو برنامج، صوت واوية حاليا ورا هذا البزل. اوكي احنا نحاول لا يشوفنا. يقعد يا اخوان، اكو الغام هنا وقنابل. والله يعلم حنا صوركم هذاك الشيء ذاك يم العلوة. ان شاء الله نرجع ونشوفوا اكو مناطق قديمة شلون. هسه هاي
بس قديمة حيل قديمة. بس لشماعيات الدلونة هاي الساحة كبيرة، حتى طفاية بس طفاية صغيرة بيها. هاي كانت بحر والجميع بطوط والغاغات تنتقل بيها. هسه حاليا اني بابو العاش، لا مو بابو العاش، بدليل او غير ما ذلك. يا اخواني تحياتي للمتابعين. اليوم جولة استكشاف الواوية في مناطق على رأيكم. الناحية طبعا هاي الناحية قريبة كلش علي، الناحية قريبة كلش علي. لو ضحك كاميرا ديني الروب طبعا. يلا مثل ما شفت التصوير هذا ان شاء الله يوصل اكبر عدد من المشاهدات ان شاء الله. اخوان شاهدات كلش صعب عليكم. واو خان جاي يمشي بعيد يعني، وين الطرفة هذا جاي واو يمشي. وانا ما يخوفني اكبر اسد بالتاريخ. حاليا انا جاي امشي ان شاء الله. نطبق هذا الزرع تو طالع يعني ما صله 20 سنة 20 يوم 50 يوم يعني 4 ايام ما طالع حاله. شوف الصبخة وشوفوا هذا يعني هاي معدينها وساقينها وطالع الزرع. يعني تعدل هاي وش اسمه وتسقيها خليها بس تقربها وهم تعدلها ان شاء الله. وشوف الملح، شوف الملح بتطيع. الله اكبر. شوف بس دخان، شوف بس دخان ابيض. هذا ملح صبخه رازيك قطع. تخلي حديده حاليا هنا الى هذا الصبخه تلوشل من الصبخه والتراب تلوشل. وحاليا نرجع لاهلنا يا اخواني. مرعبه هنا واحد يجي وحده. اوكي وتحياتي متابع. بسم الله يا اخوان. الفواوي يا علي، يا علي بي طالب، يا علي يا وقفت على الواو وتنوعت بعيونه يهرب، يا تركض قدامه يجيك. يا اخواني ان شاء الله يعجبكم الفيديو بأقوى عجاب. اوكي نرجع. وهاي الاجواء في مناطق جبال مع الراوية. يلا هسه نرجع. تحياتي لجميع المتابعين والمشاهير على اليوتيوب، صربوخ ومغامرة الندوانية ونوفل الكناس، تحياتي لهم. وتحياتي لجميع منشور مثل هاي الحالة جاي يعاني. اوكي هناك التمر. شنو يا اخوان شي غريب. عبال المصياد يا اخوان. يلا ناكل حب حميل. اوكي هذا الحب ونمشي لأحداء المناطق الأخرى. نرجع. طبعا أنا بعيد حاليا من الجولة، منطقة الجولة حاليا بعيد. طبعا يا اخوان تابعون على التكتيك في المغامرة حسين جبار ربع الصياد التليجرام. طبعا الصياد هنا جاي يصيدون طبعا بس بعيد حاليا بعيد ورا الشاطئ. يا اخواني قاموا يضربون علي. اخواني شاطبت بهذه الارض. شوف يا اخواني طبعا هكا اماكن يطبوها ما يرضون عليها، يحاربون بالتفق. يا الله طبعا ديني غروب تجي لهذه الاماكن اللي قلت لكم عليها في وين
في احداء بس يا جماعة، وتحياتي للمتابعين. هسه ارجع معاكم. يا الله، طلع له من المناطق الصحراوية والجبال النعراوية. يا علي، طبعا باسكلي نبدل على اخر تبديله. اخواني عندي اكو بلابل راح يبدي ونسوها ان شاء الله. موسم البلابل اللي حتتكاثر من هيك ورايح بعدها. هسه بعد 5 ايام 9 ايام 10 ايام 50 سنة 90 سنة يلا يبدي موسم البلابل. اوكي، طبعا اكثر ريحة دوا مالت زراعة، ريحة دوا مالت زراعة. يعني هاي كهرباء تجي تحمل برميل وراها ويشاهدون بالزراعة. وهسه اراويكم شلون تخلي. هلا بالشجر الاسود. وعادي يا اخوان الريحة ما تطري. يا علي أشهد الحرب علي، يا علي. خلوا لايك يا اخواني، خلوا لايك واشتراك على هذا الدعم. هسه اكو واحد مشهور لمود متابعينه يجي وللمتابعين يجي الغروب يصور في احدى مناطق مال الدياب. ها اخواني، لا اكتبوا لي بالتعليقات. جوابكم يكون في التعليقات، جوابكم يكون في التعليقات. شنو يعني؟ يا اكو يكتبوا لي نعم. اكو مشاهير يطلعون هيك حتى بالليل يطلعون، ادري بيهم بس اكو ناس يا اكو ناس بالليل تطلع بدون تصوير. قولوا لي تطلع ما تطلع هيك يعني تصوير متابعين تطلع. طبعا شكرا ورحم الله والديه اللي يشترك بالقناة. حنا نصل اقرب شي يا اخوان 100. والله يا اخوان راح اصوركم مقطع في هور الدلمج. اذا سامعين بهور الدلمج وبالشط وبالبطوط، هاي الادواء تكون خاصة بأحداء مناطق. هاي الادواء يا اخواني طبعا تكون هي كلها الادواء يا اخوان. وعلى الريحة ليش التفل شوف هذا طبعا نزل لقينا هذا دواء ماله شو اسمه مالت الماطورات. هاي منها يسحب الماطور ويظل يسقي ليل ونهار وتعب. بي المتابعين يستاهلون اخواني. شاهدوا على الفيديو اقل من لايكات 200 من الف بس مقطع واحد واصل عندي 1000 مشترك. ما تكسرين من رمية الحمامة لنا يا شاهدينها. اوكي يا الله، راح نرجع معاكم بحلقة تسوى التعب كله. يعني اخوتي ما جبتي لي واوي، ما كل شيء ما جبتي لي، بس تمشي وياي وكامشي. حفظي يا اختي يا اخواني. هاي العصا اصليه مال الشجيره ومالت الاوراق الملونه والاصفار الملونه والغازات الحيواناتي والايوان اليروقي. طبعا لا تخلوا الممص مدبوب. احداء فلاحين هيك مدبوب يجون حراميه بالليل بالنهار ينمخد. والله خليه يا بالماطور عادي مشلب يا بشده بحبل، بس يا مدبوب هيك ما بدون ماطور ينمخد. هاي نصيحه لجميع فلاح. يا الله سنصعد واشرح لكم اعمل هاي في الساعه ساعتين وان شاء الله شاهدون الفيديو. طبعا عشت الطوبة وجيت.
طبعا هذا كان يجري ماي. شلون الشط يجري ماي لا تفضل الله. هذا كان وهسه نروح يعني نشيت من فوق. يلا باي هسه ارجع معاك. يا الله. طبعا هذا الحد قاع مو مثل تشولة قديمة. شنو تشولة؟ هاي يا اخوان كلها ارض مزروعة لغاد منا لغاد، بس هناك صبخاية. شلون مسعر هاي صورتها لكم. هاي كلها كانت بحر. شلون هار الدلمج والبطوط كلها تيجي تحط هنا. طبعا هذول النوجات كلها مو تشوفوا نساجي، هاي نوجة. اوكي يا اخوان من مسدودة. طبعا يا اخواني هاي كلها كانت عين الدود، كلها سمة العفو بطوط وخضيري، خضيري بري وبطوط البرية. هاي الكشفة البرية. طبعا تعبت يا اخوان. هاي الجولة البرية الحيوانات الديب البري. وتحياتي لجميع المتابعين والمشترك بالقناة ورحم الله والدي. هنا نكون نهاية الحلقة. حنشوفكم على طبعا هذا باسكلي. يلا باي.